المنتخب البنغالي على تنفيذ الركلة الركنية الطويلة في الأمام، خطيرة ونبعد عودة، يا سلام، جول 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 بنغالي. سهيل مياه يسجل للمنتخب البنغالي هدفا أول في هذا اللقاء. قلت قبل لحظات هل هذا المنتخب الذي خسر بالسبعة أمام منتخب الأردن، وبالتالي سهيل مياه يسجل المنتخب البنغالي هدفا أول في هذه المباراة. 1-0 للبنغالي، 1-0 لمنتخب بنغلاديش. وبالتالي شوف المحاولة الأخيرة، تصويبة والمتابعة الطيبة من سهيل مياه. سهيل مياه يسجل هدف أول بعد متابعة طيبة. الفرحة والهدف الأول للمنتخب البنغالي في التصفيات. والآن المنتخب البنغالي أصبح في مأمن وأصبح يبحث عن النقاط الثلاث. من الناحية المعنوية أن تسجل في شوط المباراة الأول عند الحارس بيزور خيريوف شاكلوف تبعد. كان في هناك التحام ومحاولة بنغالية طويلة في الأمام، طاجيكية، جول 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 للتعديل. سافاروف أميرجون يسجل هدف التعديل للمنتخب الطاجيكي. سافاروف أميرجون يسجل هدف التعادل بطريقة رائعة، راوغ حارس المرمى وسجل هدف التعديل للمنتخب الطاجيكي. 1-1 في النتيجة. شوف الكرة، متابعة بين ثلاثة مدافعين، راوغ الحارس وبكل سهولة في الزاوية اليسرى للمرمى، تابع الكرة بطريقة ممتازة، يا سلام. اللاعب سافاروف أميرجون يسجل للمنتخب الطاجيكي هدف التعديل. 1-1 في النتيجة. وصوب كرة أخيرة، وهي المحاولة عرقلت المهاجم سافاروف أميرجون، لاعب مميز يريد التسجيل، يتقدم الآن، ضاع، تابع، لا، جول جول ثاني للمنتخب الطاجيكي. بوبجانوف نوزيم يسجل الهدف الثاني للمنتخب الطاجيكي. الطاجيك أبناء المدرب خاكين فوزاليوف يقلبون الطاولة، تصدى لها الحارس زيكو، ولكن المتابعة شاهد بكل ذكاء في الزاوية البعيدة. في المرة الأولى تصدى وفي المرة الثانية سجل نوزيم. بابا جانوف نوزيم تصدى، وبالتالي المنتخب الطاجيكي الآن أصبح لديه فرصة كبيرة. تركمانستاني، الركنية الآن تلعب طويلة في الأمام من اللاعب سافاروف بالرقم 17. كرة الآن، محاولة طاجيكية خطيرة في اليمين، محاولة تصويبة، جول 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 ثالث للمنتخب الطاجيكي. 3 أهداف مقابل هدف يقلب الطاولة للمنتخب الطاجيكي على المنتخب البنغالي. 3 أهداف مقابل هدف، نتيجة طيبة. هل كان الهدف عن طريق زهير جورابيوف؟ شوف المتابعة كانت بعد عرضية مدروسة، وزهير جورابيوف يسجل الهدف الثالث للمنتخب الطاجيكي. زهير جورابيوف يسجل إذن الهدف الثالث عند الدقيقة 86 من عمر اللقاء، وبالتالي المنتخب الطاجيكي صار عنده 4 نقاط، وبالتالي